اتلعبت ركله المرمى، النادي الاتحاد يطلع دفاع النادي الاولمبي. اسامه عز الدين مسنوده، ترجع لهاني رجب، انطلاق من هاني، اختراق من هاني، تسديد من هاني رجب، وتسديد فوق عرضه الهاني سليمان. قلق على طول مع الكادر اللي فات، المقصوره الرئيسيه اللي بتشهد وتستضيف مسؤولي الناديين. حسام عبد المنعم زاد كتير في نص ملعب النادي الاولمبي في الشوط الاول، لسه في الشوط الثاني ما زادش في نص ملعب النادي الاولمبي، يعمل كثافه عاديه في نص الملعب عشان يدفع لمحمود صبحي او جده خلف عبد الحميد حسن رضا متولي، كان بيقوم بنفس الدور في الدور الاول حسين فهمي. عطيه البلقاسي ترجع لشاكر، زاد حسام اهو، ادي حسام زايد، ميس باص وكريم عادل عبد الفتاح، وهنا في انذار لبكري. كابتن محمد هنا في انذار لاحمد بكري اعتقد. فرج شلبي 13 ولا 23؟ فرج شلبي متاكد؟ عندي سكور 23. لا 13 في البدلاء فرج شلبي رقم 23. لا وده احمد بكري اللي حصل على انذار. 23 معلش 23 انا اسف معلش لخبطه معايا 13 رضا ولا عبد الله عثمان، كرم ابو طالب، اسامه مش تسلل، عرضيه وفيها خطوره، هجمه اولمبويه انقض حسن سوسته، اتلعبت العرضيه بقدم اتحادويه والنادي الاولمبي الركنيه. بص شوف اسامه عز الدين لعبها حلوه وطالع الهاني ومشترك كمان مع نادي الاتحاد، انما تطلع الكوره بره الملعب. بقول لك استنى يا فرج عشان لو وقع ده بس. شوف الركنيه للنادي الاولمبي، يطلع حسام فيها وخلاص. وادي جماهير نادي الاتحاد السكندري. استعد نادي الاتحاد السكندري لاجراء تبديل، هنشوف مين هيشترك. وادي مصطفى مشير، وادي العرضيه لهاني سليمان بقبضه ايده بره الملعب للاولمبي الركنيه، كليكيت تاني مره. رايح هاني رجب المره دي، وصلنا للدقيقه 20 من الشوط الثاني، يلعبها للخلف، وادي تسديده بقلشه بعيد عن مرمى لهاني سليمان. حسام 4 ركنيات للاتحاد يقابلهم 3 للنادي الاولمبي. فرج شلبي رقم 23 هيلعب مكان حسام عبد المنعم، هيخرج حسام وده التبديل الثاني. رقم 23 فرج شلبي لهدف في مرمى نادي الزمالك في الاسبوع الثاني، تعادل بيه نادي الاتحاد وحصل على النقطه، كان قبليها خسران نادي الاتحاد السكندري من النادي المصري ب5 اهداف في اسكندريه، استعاد ثقته في نفسه مره ثانيه بالنقطه اللي حصل عليها من نادي الزمالك بالقدم اليسرى لفرج شلبي، وكانت هجمه منظمه بينه وبين احمد حسام الظهير الايمن الموجود على دكه البدلاء. كده نادي الاتحاد السكندري اجرى تبديلين، مع بدايه الشوط خرج حسين فهمي ولعب جده، وفي الدقيقه 20 خرج حسام عبد المنعم ولعب فرج شلبي. طبعا ده اسمه تبديل، خروج لاعب واشتراك اخر. بيعقب هذا التبديل تغيير داخل الملعب، كده قلل من عدد مدافعي طه بصري، زود في نص الملعب، كثف في نص الملعب. وادي الهجمه، وادي فرج شلبي يا رضا متولي، لسه الهجمه قائمه، عرضيه اتحادويه بقدم اولمبويه تطلع في نص الملعب من داخل منطقه الجزاء، تطلع الكوره. ضغط نادي الاتحاد شويه، احمد زغلول يعلي، ابراهيم الشايب يكمل، ابراهيم يخطف في السكه، احمد جمعه، عبد الله عثمان والسهل الممتنع اللي في وشه، مصطفى مشير. شوف فرج شلبي عامل الشيب الصغير ازاي، رضا متولي طالع متاخر، انما ضاعت الهجمه من نادي الاتحاد، يشتت على طول كرم ابو طالب، صفاره وفاول على نادي الاتحاد على محمد جده. كده شكله بيلعب ب4 مهاجمين، طه بصري، ميدو ورضا متولي، تحت منهم على طول محمود صبحي ومحمد جده. نص الملعب هيكون فرج شلبي وابراهيم الشايب. ادي فرج، محمود شاكر، ابراهيم الشايب، محمود شاكر يعلي، تخبط في حسن سوسته، في دفعه، في فاول واضح على اسامه عز الدين، فاول نادي الاتحاد. احمد زغلول على التنفيذ والركله الحره المباشره، دي الاعاده الفاول
اسامه عز الدين مع ابراهيم الشايب، ودي الكره الطويله. عطيه البلقاسي مميز في خط ظهر النادي الاولمبي. شاكر يعلي، جمهور نادي الاتحاد صولات وجولات خلف فريق نادي الاتحاد السكندري في المدرجات. وادي فرج شلبي حط واحده داخل منطقه الجزاء، وفي تسلل، في تسلل على محمد جدو. ادي فرج، وادي اللعبه، وادي الاعاده، وادي راي ضياء السكران وصفاره عصام عبد الفتاح، وركله حره غير مباشره لنادي الاولمبي. اكوا سيزا حارس مرمى الاولمبي، وادي الكره الطويله فعلا يرد احمد عادل، توصل لفرج شلبي. ابراهيم الشايب 2 حاله اعاره من نادي انبي لنادي الاتحاد. ورضا متولي تدخل من البلقاسي بره الملعب.